طبعا كلنا عارفين ان بداية اي حاجة هي اهم حاجة في اي موضوع، ويمكن اهم من الموضوع نفسه. وكونك انك تبدأ صح ده هيسهل عليك حاجات كتير جدا، وده هيخليك توصل صح وبأقل خسائر ان شاء الله. وانا هنا عاوزك تبدأ صح عشان تكمل صح، عشان في اخر السنة بإذن الله توصل لكل حاجة انت بتتمناها، وتختم السنة ان شاء الله وانت محقق كل اللي بتتمناه. وعلشان كده انا عملت لك الفيديو ده، واللي هيكون فيديو من مجموعة فيديوهات جاية ان شاء الله. هنتكلم عن كل حاجة ممكن تقابلك في السنة دي، بما اني مريت بنفس التجربة اللي هتمر بيها. وبقالي حوالي 3 سنين متابع مع زمايلكم من الدفعات اللي فاتت، فان شاء الله هحاول افيدك واحاول اعرفك كل الاخطاء اللي زمايلك من الدفعات اللي فاتت وقعوا فيها، علشان بإذن الله تتفاداها ومتقعش في نفس الأخطاء دي. الفيديو ده عبارة عن مجموعة من الأخطاء ومجموعة من النصايح من زمايلكم في الدفعات اللي فاتت. فاعمل كده لايك واعمل سبسكرايب، علشان الفيديوهات الجاية كلها إن شاء الله مهمة جدا وكلها هتفيدك. علشان تتأكد إنك هتشوفها أو توصلك إشعار بيها لازم تعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس. يلا بسم الله. السلام عليكم أبطال دفعة 25، أخباركم إيه؟ أتمنى تكونوا بخير. معاكم أخوكم دكتور عمر صبري، طالب في كلية الطب للي لسه معرفنيش. هكلمك النهاردة على أهم 10 حاجات لازم تاخد بالك منهم في بدايتك للسنة دي. منهم حاجات كتير للأسف زمايلكم من الدفعات اللي فاتت وقعت فيها، وللأسف برضو ضيعت ناس كتير. فكمل معايا الفيديو الآخر علشان تستفاد من كل كلمة بإذن الله. أول حاجة واللي يعتبر أهم حاجة في حياتك عامة مش بس في ثانوي، وهي عباداتك وعلاقتك مع ربنا. عباداتك لازم تكون رقم واحد في حياتك. صلاتك لازم تكون محافظ عليها في مواعيدها وكمان في المسجد، ولو معرفتش تصليها في المسجد فاوعاك تأخرها أو تضيعها لأي سبب مهما كان هو إيه. لازم يكون ليك ورد قرآني ومحافظ عليه، حتى لو صفحة واحدة صدقني هيفرق معاك كتير جدا. علاقتك مع أهلك وخصوصا والديك، صدقني رضاهم عنك ودعاهم ليك هيفرق كتير جدا معاك. الخلاصة خلي علاقتك مع ربنا كويسة وخليه دايما راضي عنك، لأنك صدقني مستحيل توصل لأي حاجة من غير رضا ربنا وتوفيقه. تاني حاجة، إياك ثم إياك ثم إياك إنك تبدأ يومك من غير ما تكون حاطط خطة، أو على الأقل تو دو ليست بالحاجات اللي أنت عاوز تعملها في اليوم ده. اوعى تبدأ يومك وأنت مش عارف أو أنت مش محدد هتعمل إيه في يومك بالظبط، ومحدد من إمتى لإمتى هتعمل إيه. دروسك إمتى، هتذاكر إمتى، هتنام إمتى، هتعمل إيه من إمتى لإمتى. اكتب كل حاجة أنت عاوز تعملها في يومك في ورقة في كشكول، حتى النوت الصغيرة، واكتب فيها يومك بالظبط هيمشي ازاي، وعلقها قدامك على حيطة على المكتب نفسه في أي حاجة تكون شايفها، أو خصص كشكول للموضوع ده بس. وقبل ما تنام حط الكشكول ده وابدأ اكتب انت محتاج تعمل ايه بكرة. اوعى تسيب يومك عشوائي كده، صدقني هتضيع يومك من غير أي استفادة ومش هتنجز أي حاجة خالص. ولو مش عارف تعمل كده ازاي قولي في كومنت وانا اشرح لك او اعرفك، او على الاقل سيب لي كومنت ممكن نعمل فيديو عن الموضوع ده بعدين، لانها مشكلة كبيرة للاسف، وللاسف بيقع فيها ناس كتير جدا، وده لانهم بيراكموا حاجات كتير جدا من البداية. فانت حاول تلحق نفسك وما تقعش في نفس الغلطة بدري كده. تالت حاجة، اوعى تضغط نفسك من البداية. احنا يعتبر لسه في اول السنة وبنبدأ، فما تحرقش كل بنزينك من الأول كده وتقعد طول السنة أو الباقي من السنة مش قادر تعمل أي حاجة، لأنك هتكون استنزفت كل طاقتك في بداية السنة. لا، ابدأ واحدة واحدة وابدأ زود بالتدريج. لسه السنة طويلة وانت محتاج لكل طاقتك. احنا لسه في الأول، الدنيا بسيطة والأمور لسه سهلة. خلي ليك كل يوم فترة استراحة ساعة مثلا بعد ما تخلص دروسك ومذاكرتك. اعمل أي حاجة انت بتحبها افصل بيها دماغك عن المذاكرة والدروس. كل أسبوع خلي ليك مثلا 4-5 ساعات، وليكن يوم جمعة مثلا اخرج مثلا مع صحابك، اسمع فيلم، اسمع مسلسل، اعمل أي حاجة انت بتحبها.
رفه عن نفسك بأي شكل، ما تضغطش نفسك من البداية، لسه بدري. رابع حاجة وهي إنك تعتمد على ملخصات أول مرة تذاكر فيها الموضوع أو المحاضرة. اوعى تروح تجيب ملخص لمدرس وتذاكر منه أول مرة، لا، هات كتاب أو مذكرة مدرس أيا كان وابدأ ذاكر منهم الأول، بعد كده وبشوف الملخص بعد ما تخلص مذاكرة أو حتى وأنت بتراجع، لأن الكتاب بيكون فيه تفاصيل أكتر غرضها إنك تفهمك كل حاجة في الدرس، بحيث لما تيجي تذاكر بعد كده أو تيجي تحل تكون فاهم كل حاجة، عكس الملخص اللي بيجمع لك الحاجات المهمة أو الكام نقطة المهمين في الدرس وبيهمل باقي التفاصيل بتاعة الدرس. خامس حاجة وهي إنك لو وقت المشكلة ما تسألش حد أو إنك تحاول تدور على حل المشكلة دي. اوعى لما تقابلك مشكلة أو مش فاهم حاجة أو حتى تعبت أو حسيت بإحباط أو خايف تكمل إنك تستسلم وما تكلمش حد. كلم أي حد قريب منك أو عدى بنفس التجربة، أكيد عنده حل لمشكلتك دي، أو على الأقل تعالى هنا على اليوتيوب ودور على أي حد ما بيتكلم عن المشكلة دي واسمع وشوف حلها وابدأ طبق حلها ده على نفسك. المهم ما تسيبش نفسك كده أبدا. سادس حاجة، اوعى تشتت نفسك مع المدرسين. للأسف بشوف ناس كتير بتشغل نفسها مع 3 و4 مدرسين في المادة الواحدة بس. أكبر غلطة ممكن تعملها في السنة هو إنك تعمل الحركة دي. اكتفي بمدرس واحد بس أو 2 بالكتير جدا، واحد بس بتفهم منه وبيوصل لك المعلومة كويس، هيغنيك عن كل العدد ده، وانت أولى بكل الوقت اللي هتضيعه في الدروس دي. وخليك متأكد إن الكواليتي بتاع المدرس أفضل كتير جدا من العدد. علشان كده اتأكد إنك مع المدرس الصح اللي بتفهم منه وبيوصلك المعلومة كويس وبيتابعك كويس. حتى أنا عملت فيديو عن الموضوع ده، إنك إزاي تختار المدرس اللي تستفاد منه أو مناسب لطريقة تفكيرك ويوصلك المعلومة بشكل كويس. هسيب لك لينك الفيديو في الديسكريبشن برضه مهم تبص عليه. سابع حاجة وده للناس اللي ناوية تاخد أونلاين إن شاء الله، اوعى تسرع المحاضرة على سرعة معينة مهما كان شرح المدرس عامل ازاي. اسمع المحاضرة على النورمال بتاعها اللي هو 1، وادي نفسك فرصة انك تفهم المحاضرة كويس جدا وافهم كل كلمة المدرس بيحاول يشرحها لك، لانك مستحيل تفهم المعلومات كلها او دماغك تستوعب كم المعلومات اللي بتكون في المحاضرة او الفيديو وانت طالب المحاضرة في الدقيقة مثلا. مستحيل، انت لسه بتسمع المحاضرة او المعلومة لأول مرة، فلازم يكون دماغك مستوعباها كويس عشان ما ترجعش تاني تقول مش فاهم، لا مش عارف احفظ، مش عارف اذاكر، مش عارف احل. ودي مشكلة للأسف كتير منكم بيقع فيها وخصوصا من بدري. خلي حوار السرعة ده لما تكون مزنوق في المنهج ومش لاحق تخلصه أو مراكم حاجات كتير أو معاك محاضرة كبيرة، لما أنت لسه في الأول لسه بتقول لي هادي بتسرع المحاضرة ليه؟ حاول تسمع الفيديو، أو مش حاول، لازم تسمع الفيديو في النورمال بتاعها. ادي نفسك فرصة انك تفهم كل كلمة علشان تستفاد من كل حاجة، ده هيوفر عليك كتير جدا صدقني في المذاكرة وعن تجربة شخصية. تامن حاجة، اوعى تتجاهل الامتحانات. لو انت في درس معين سواء اونلاين او سنتر وعندك امتحان متابعة او شهر او كويز، اي امتحان من الامتحانات دي احضر. حتى لو مش مذاكر كويس احضر، حتى لو انت عارف هتجيب درجة مش كويسة احضر برضه. ما تقولش اصل انا مش مذاكر عادي امتحان ومش هيأثر. صدقني الامتحانات دي معمولة عشان تفيدك، عشان تعرف انت واصل فين في المادة، علشان تجبرك انك تذاكر. ولو انت مش مذاكر احضر برضه. لو حصل لك اي ظروف ومعرفتش تحضر حاول تجيب مثلا تصور الامتحان ده من مستر او خلي السكرتارية تصورهولك وتديك الامتحان ورقة بالامتحان وحله في البيت. حاول تستفاد من الامتحانات دي لانها بتكون مهمة جدا وتعرفك انت واقف فين في المادة ومتابع كويس فاهم ولا لا، بتعرف تحل ولا بتعرف تتعامل مع الأسئلة ولا لا. وضغط الامتحان هو اللي بيخليك في آخر السنة مش هايب الامتحانات، والامتحان بالنسبة لك عادي لأنك بتكون متدرب على كل ده. فحاول على قد ما تقدر ما تضيعش الفرص دي. تاسع حاجة، حاول على قد ما تقدر تظبط نومك على النظام الطبيعي، وهو انك تنام بالليل عادي وتبدأ تصحى الفجر تبدأ يومك.
وتذاكر لحد ميعاد دروسك، وتروح دروسك وترجع تتغدى تريحك شوية، بعد كده تبدأ تذاكر تاني لحد ميعاد نومك مثلا وليكن 10-11، وهكذا لحد ما السنة تخلص. ده المفروض طبيعي واللي جسمك المفروض يكون متعود عليه، يعني حسب الساعة البيولوجية أو حسب حتى الهرمونات اللي بتتفرز من جسمك خلال نومك، واللي بتتفرز خلال فترة الليل اللي لازم يكون جسمك مرتاح فيها. وكمان حتى دينيا ربنا بيقول وجعلنا الليل سباتا وجعلنا النهار معاشا، صدق الله العظيم. فحتى علميا ودينيا كل الناس أجمعت إن النوم المفروض يكون بالليل، والمذاكرة أو الشغل أو السعي المفروض يكون بالنهار. فحاول على قد ما تقدر تظبط نومك على الحتة دي. عاشر وآخر حاجة، اوعى تشتت نفسك. انت عارف ولا عارف بنضيع يومنا في ايه ونضيع وقتنا في ايه، وكل واحد مننا عارف بيضيع وقته في ايه بالظبط، سواء سوشيال ميديا او اي حاجة تانية، جيمز بقى، افلام، مسلسلات، خروجات، اي حاجة من الحاجات دي. قلل كل ده وحاول تبعد نفسك عن اي حاجة تكون مصدر لتشتيتك ومصدر لتضييع وقتك ومصدر انك ما تخليكش مركز 100%. ابعد برضو عن اي حد بيضيع وقتك او بيحاول يحبطك، اي حد من اهلك، حد من صحابك. خلي بالك برضو ان الصاحب ساحب، وخاصة في السنة دي. في السنة دي حرفيا هتعرف كل واحد من الناس اللي حواليك على ايه، مين بيتمنى لك الخير ومين بيتمنى لك الشر. فحاول على قد ما تقدر افهم الدنيا حواليك ماشية ازاي من بداية السنة، وما تخليش نفسك عرضة لأي حد يضحك عليك ويضيع وقتك. في مثل أو زي حكمة كده بتقول لو أنت مثلا صاحبت 4 ناجحين هتقبل الخامس بتاعهم، وعلى العكس لو صاحبت 4 فاشلين هتقبل الفاشل الخامس بتاعهم. فخليك أنت في زون الناجحين، وصاحب ناس تكون ناجحة أو ناس تحفزك على النجاح، وناس تاخد بإيدك إنك تكون شخص ناجح. ما تصاحبش مثلا حد يستغلك ويخليك ما تحضرش دروسك. طب الحصة دي ملهاش لازمة، طب المحاضرة دي ملهاش فايدة، مش هتستفاد بيها بحاجة، تعالى مثلا نلعب بلاي ستيشن، تعالى مثلا نقعد مش عارف الكلام ده. حاول أو اتأكد إنك ماشي مع الناس الصح، ناس فعلا هتفيدك، ناس اللي هتحاول تصلح منك، الناس اللي بتحاول تخرج أحسن نسخة منك وبتتمنى لك الخير. دول كام حاجة كده أتمنى تعمل بيهم وأتمنى يفيدوك. واستنى الجزء التاني واستنى الفيديوهات التانية اللي إن شاء الله هتكون مهمة جدا، هتكلم فيها عن حاجات كويسة جدا وحاجات هتفيدك. طبعا متنساش تعمل لايك لأن ده بيساعد الفيديو ينتشر ويوصل لأكبر عدد من الناس وناس أكتر تستفاد. وشغل الفيديو ده لصحابك، يمكن حد منهم يستفاد. يعني خليك سالك، لسه بنتكلم على السلكان والصحاب، فانت خليك صاحب سالك واعمل ده لوجه الله. ساعد ان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد، اكبر عدد يستفاد، وده هيكون ثواب ليك وثواب لينا، فده ما تحرمناش من الثواب ده. اعمل سبسكرايب لان الفيديوهات الجايه ان شاء الله هتكون كلها فيديوهات مهمه، هنمشي مع بعض خطوه خطوه واعرفك تعمل ايه بالظبط. ربنا يوفقكم يا شباب جميعا. السلام عليكم.